تزعلش نفسك قوي كده، اهي خطوبة وراحت، بكرة تلاقي احسن من ندى دي 100,000 مرة. انا زعلي مش على ندى، انا زعلي ان احنا خسرنا الباشا موافي باشا. غريبة قوي حكاية موافي باشا. انا مش عارف ايه اللي قلبوا علينا القلبة السوداء دي. ده حتى التليفون ما بيردش عليه. وانت عايز يرد على تليفوناتنا ليه يا حاج؟ الله، هو اللي حصل معاه ده يعني يتنسي عادي كده؟ الله، الواد مركز معاه قوي. ولعلمك بقى هو بيعمل كده من ساعة ما انا خطبت بنت الراجل. غل والحقد والعوذ بالله هياكلوه من جوه، هياكلوه. عامل كده عشان يدمرنا ويكسرنا. الله، والا ما كانش يكتب اللي هو كتبه ده. عامل لي فتحت الواد وحيد وناشرها، وجاي بعد كده يكتب خطف السيد الدقاق بالبنط العريض. يا راجل يا راجل، مش عارف اعمل معاه ايه الواد ده. طردته امن الدولة وربنا كرمني وخدوه عندهم كام يوم. اعمل معاه ايه؟ امنعه من الكتابة ازاي؟ طب انا عندي فكرة يا حاج، هات الشيشة دي بقى عشان اقول لك عليها. خد يا ستي. ايه رأيك يا حبيبي لو تشتري جورنال؟ اشتري جورنال ايه؟ انا لسه هقعد اقرا جرانين؟ ده كلام. تشتري الجورنان يعني تبقى صاحب الجورنان، وإيهاب يبقى بيشتغل عندك. يا سلام يا سيد كده لما تبقى انت رئيس مجلس الإدارة، ويوسف يبقى العضو المنتدب، وتهرسوا الواد تحت رجليكم. الله عليك يا ابو لقاء. اهو كده الستات يا حاج، اهو كده. وبكده بقى نخلي الواد ده يبطل كتابه خالص خالص، حتى لو انا كسر له دراعاته. انا مستغرب من الكلام اللي بتقولوه انتوا الاتنين ده. انا مالي انا بليله الجرانين دي؟ يا حاج اعتبره شغل. طب ايه رايك بقى ان اصحاب الجرانين دول بيكسبوا قد كده على قلبهم كل يوم ولا كل اسبوع ولا كل شهر؟ وبعدين حتى لو هنخسر يا سيدي اعتبرها عربون محبه، نرجع الود تاني مع الراجل وندلعه ونهشيكه ونصالحه على اللي الواد عمله فيه. بصراحه ربنا انا مش عارف اعمل ايه بقى مع الواد ده. ما هو سبق قبل كده انا سيبته الجورنال اللي كان بيكتب فيه، فاتنطط اشتغل في جورنال تاني. هروح اشتري من وراه بقى كل جرانين البلد؟ لا جرانين البلد ايه؟ من الناحيه دي بقى اطمن خالص. الحكومه الايام دي واخده بالها بقى من اللي زي ايهاب وعينت والعيال دي. الله، انت ما سمعتش عن اللي اشتروا الجورنال اللي اسمه جدع ابو نضاره ده اللي اسمه ابراهيم عيسى بتاع الجورنال اللي اسمه الدستور؟ اهو برضه الدق كان نازل على دماغهم من الدستور ده، راحوا شارين الجورنال. وبعدين انت لما تبقى رجل الحزب الاول وبتدافع عن مصالحهم، اكيد يا حبيبي هينوبك من الحب جانب ولا ايه؟ اقول لك يا سيد، بكره تقول لقاء قالت لما ترجع كل مليم دفعته في الجورنال ده هتشوف. تعرفوا ان الكلام ده كلام سليم. اسمعوا على يوسف. امر يا حاج. شوف لي مين الحاج صاحب الجورنال ده وشوف نخش له منين. سيب لي المشوار ده هخلصهولك. اوعي تقولي لي انك هتكلمي الزفت الحاج جاد. جاد مين؟ هو انا ما اعرفش في البلد غير جاد ولا ايه؟ خلاص توكلنا على الله. بقول لك يا حاج بقى خلينا في المهم. انت دلوقتي ناوي تعمل ايه مع دلال ايه وزفت ايه بس؟ ورقتها هتوصل لها اول ما انزل الشغل. انا خلاص ما عدتش طايق الوليه دي. الله ما تحضرينا بقى قبل اللقاء في الموال ده. الله، هو دلوقتي طلق خلاص. انا عارف طبعا ان هو يعني كان يستاهل حاجه احسن من كده بكتير، وان الموضوع من اوله غلط، لكن صح برضه يعني يطلق ويرمي الوليه رميه الكلاب كده. جرى يا يوسف، انت هتزعلي منك ولا ايه؟ انا عارفه كويس قوي ان انت بتكرهها كره العمى. يا ستي مش المقصود، انا كل مقصودي ان صوره الحاج كده تبقى فله، وبعدين احنا مش ناقصين عداوه، كفايه علينا الاخوه اللي قاعدين على دماغنا دول. الوليه دي لسانها زالف فعلا. المهم انها تبعد عني. عيني عليك بارده يا يوسف، الحاج بيقتنع بكلامك في ثانيه. على فكره انا هبتدي اغير منك. تغيري ايه بس يا خالة القاء؟ الله، جرى ايه يا يوسف؟ ما انت عارف ان الكلمه دي بتضايقني. يا ست خلاص حقك علينا. الله، انا لاقيها منين ولا منين بس؟ ما انت شايفه الاخوه عاملين ايه؟ ده الود والدهم يولعوا حريقه بيني وبين الحاج. ده لما يشوفوا علمة ودنهم. ربنا يسترها علينا ويبعد عنك كل البلاوي دي يا حاج. المهم انا عايز اقول لك على حاجه، اليومين دول بالذات انا مش عايزك تغيب عن الفيلا. اليومين دول بالذات الشغل بقى والوكاله والكلام ده كله سيبه على دماغي انا، ما تحملش هم. في دي عندك حق، احنا مش المفروض نبعد عن البيت الكبير اكتر من كده.